بيبدأ الفيلم مع عصابة مسلحة خاطفة ناس بقالهم 3 شهور، وبيصوروا هما بيعذبوهم وبيقولوا لو الفلوس اللي احنا طالبينها ما جاش هنموتهم كلهم. وفجأة لقوا شنطة مرمية على الأرض فيها ال 3 مليون دولار اللي طالبينهم، بس قالوا انتوا اتأخرتوا كتير واحنا بقينا عايزين 5 مليون مش 3 بس، لا اما هنموت واحد من الرهاين دلوقتي. وجانر بيقول له اتفاقنا كان على 3 مليون، بس القرصان كان مصمم على كلامه، وجانر معرفش يتماسك اعصابه وقسمه نصين حرفيا، وبعدها ضرب النار ملا المكان من الجهتين. بس فرقة الانقاذ كانوا محترفين ورموا قنبلة دخان وطفوا كل الانوار اللي في المكان، ولبسوا نظارات وبقوا هما اللي شايفينهم بس، وقدروا يسيطروا على الموقف بسهولة. بس فجأة القراصنة قدروا يفتحوا النور تاني وكانوا بيهددوا بقتل الرهائن كلها، والفرقة فضلوا يتكلموا بصوت واطي وبيقولوا خطتهم. وفجأة كل واحد فيهم ضرب على مجموعة معينة من القراصنة وخلصوا عليهم كلهم. والفرقة دي مكونة من بارني قائد المجموعة، وويلي كريسماس، وجانر، ويان، وسيزر، ورود. والفرقة الانقاذية دي ملهمش علاقة بالحكومة،